يا كابتن حسام، هو احنا خدنا كاس عالم واحنا ما خدناش بالنا؟ وايه كل الاحتفالات دي؟ اللعيبه كلها طالعه لقاءات، وابراهيم فايق وسيف زاهر ولميس الحديدي ومنى الشاذلي وعمرو اديب هو انتوا بتحاولوا تعملوا كل ده امتى؟ يعني لحقتوا تعملوا كل ده امتى؟ يعني انتوا كنتوا بتتفقوا على اللقاءات دي وانتوا في الطياره؟ يعني احنا ما خدناش كاس عالم، يعني احنا المفروض نبني على الكلام ده. احنا خرجنا من دور 16، عملنا اداء كويس، وده يعني اكبر انجاز احنا عملناه. ده انا ما بقولش حاجه، يعني ده كويس ان احنا عملنا الانجاز ده. بس تمام، يعني فرحنا وتمام، مفيش اي مشكله. بس يعني الحاجات اللي مبالغ فيها دي يعني 2030 بقى احنا مش هنعمل حاجه. 2030 لما نروح مش هنعمل اي حاجه، خلاص احنا بالنسبه لنا يعني ده عادي. مش هنعمل اي حاجه باللي انتوا بتعملوه ده. فانا بالنسبه لي مش شايف ان كم الفرح واللقاءات اللي انتوا بتعملوها دي ملهاش اي 30 لازمه خالص. المفروض بقى نبني على ده، وان احنا نشتغل على اللعيبه المزدوجه الجنسيه. زي ما انت جبت هيثم حسن، تجيب لعيبه تانية زي ريان ابو نيه اللي هو اسمه مرشح دلوقتي ان هو يروح منتخب مصر، اللي هو معاه الجنسيه الجزائريه ومعاه الجنسيه المصريه ومعاه الجنسيه الفرنسيه، بيلعب في باريس سان جيرمان. فانت تجيب اللعيب ده وتجيب لعيبه تانية كتير، تتكلم بقى مع اتحاد الكوره انت عايز اللعيبه دي، فان هم يتفاوضوا معاهم. وعشان لما تروح كاس عالم 2030 تحقق انجاز اكبر من كده، يعني عشان اللعيبه اللي معاك دلوقتي هتكون كسر ال 30. زي محمد الشناوي، هيكسر، يعني كسر ال 30 من بدري. وفي محمد الشناوي الله اعلم هيلعب كاس عالم 2030 ولا لا. ياسر ابراهيم نفس الكلام، محمد صلاح نفس الكلام. فيعني محمد مهند لاشين برضو نفس الكلام. فانا مش فاهم ليه كمل الاحتفالات دي كلها، وليه كل شويه بتحتفلوا وبتطلعوا في لقاءات. نفسي اعرف انتوا عملتوا اللقاءات دي كلها امتى؟ يعني هل انتوا اتفقتوا على اللقاءات دي كلها وانتوا في الطياره مثلا؟ يعني وانتوا في الطياره اتفقتوا ان انتوا تطلعوا اللقاءات دي كلها، واللي يطلع لي مع عمرو اديب وابراهيم فايق والناس دي كلها، اتفقتوا على كل ده امتى؟ يعني الناس كلها يعني انا عن نفسي انا متضايق من ماتش الارجنتين من لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي ما احنا كلنا متضايقين من ماتش الارجنتين، وكل الناس عماله تقول تسلم من دماغ انزو فرنانديز ان هو طلعنا. ولحد دلوقتي اللي استفاد من كل ده هي لعبة منتخب مصر، الفلوس اللي هم بياخدوها من اللقاءات اللي بتطلع فيها دي. فانا مش فاهم ايه كم الاحتفالات دي كلها. والله ده عيب في حقنا. ويركب كابتن حسام يمنع اللقاءات دي كلها، وخلاص بقى نركز في اللي جاي ونبني على الانجاز اللي احنا عملناه ده.